يا عم رد بقى، رد بقى يا مسهل. الو، الحمد لله انك رديت. افهم بقى، ما تردش ليه؟ وايه يعني سايق يا ابني؟ يا ابني احنا في 2025 يا حبيبي. شغل بلوتوث العربيه يا بابا. اه والله هتسمعني وانت ماسك الدركسيون بايديك الاتنين. ولا يوم من ايامك يا منصوري. اه، حكيت العربيه ازاي وانت طالع من الركنه؟ لا والله فالح، فداك فداك فداك. ولا يوم من ايامك يا منصوري. كسرت على واحد وانا بكلمك، هاتها فيا هاتها فيا. يا عم الواحد ده ابن بلدك، ارفع له ايدك كده. ايوه خلاص، مش يهودي هو. اقفل اقفل. يا فانتوم. ولا يوم من ايامك يا منصوري. اهلا بكم على الطبيعي، معاكم رامي طارق. النهارده حلقه 6 اكتوبر، وبالمناسبه العظيمه دي هنتكلم عن لواء طيار احمد المنصوري، الراجل اللي اسرائيل قالت عنه المجنون. تخيل يا ابن بلدي ان احمد المنصوري ده شارك في 52 طلعه جويه في 18 يوم بس، يعني تقريبا كل يوم كان بيطير 3 مرات. واحنا الواحد مننا لو نزل يجيب عيش 3 مرات في الاسبوع يحس ان عمل انجاز. وفي عز القصف والنار والدخان كان دايما بيرجع بالطياره او من غيرها، المهم ان كان بيرجع لنا بالسلامه. ليه بقى سموه الطيار المجنون؟ وعلى فكره اللي اطلق عليه اللقب ده نفسهم، لانه كان في معركه جويه مع 6 طيارات فانتوم اسرائيليه. الطيارات دي كانت امريكاني وتقيله قوي، مسلحه باحدث الاسلحه. المنصوري كان معاه طياره ميج 21، يعني اللي بيفهم في الطيارات عارف انها اضعف بكتير في السرعه والامكانيات. تخيل نفسك كده سايق افيو وبيطاردك 6 عربيات مرسيدس، ومش اي مرسيدس، لا مرسيدس فول اوبشن، وبتطارد افيو. تخيل. لكن فجاه وفي عز الظروف دي كلها عمل حركة انتحارية اسمها المناورة 0. الحركة الانتحارية دي الطيار بيقلب الطيارة بالكامل وبسرعة كبيرة عشان تغير اتجاهها وتفاجئ العدو. تخيل المناورة دي نسبة نجاحها 1% بس، وعملها عشان يفاجئ اللي ما يتسموش. وبعد المناورة دي لقى قدامه طيارة من طيارات العدو، ضربها واسقطها بصاروخ. ولما رجعوا اطلقوا عليه لقب الطائر المجنون. هحكي لك حكاية كمان، بس الأول عايزك تتخيل موقف. لو أنت سايق على المحور ولمبة البنزين نورت، هتعمل ايه؟ اهو الموقف ده حصل بالظبط مع المنصوري، بس كان في حرب وراكب طيارة. تخيل، راجع من طلعة ومفيش مطار قريب والوقود خلص. الراجل نزل بالطيارة على طريق صحراوي عند الزعفرانة، رغم ان الطريق اللي نزل عليه كان منافي تماما لكل المقاييس. وتعالى بقى اقول لك ايه مواصفات مدرج الهبوط ساعتها. العرض ما يقلش عن 100 متر، الطول ما يقلش عن 4000 متر. تخيل ان المنصوري نزل بالطياره بتاعته على مدار 8 متر يا اخي، ولا كانه بيركن عربيه 128 حمراء. احمد المنصوري كان انسان قبل ما يكون طيار. قبل الحرب كتب وصيته لمراته، قال لها لو استشهدت ما تتجوزيش من بعدي وربي ابننا. كان رايح يحارب ومش ضامن انه راجع، بس كان مطمن انه بيقدم روحه لله وللوطن. بعد الحرب راح شاف طيارته، كانت معروضه في بانوراما اكتوبر، وقف قدامها وقال لها وحشتيني يا روح قلبي. تخيل كل مرة كان يشوفها أكيد كان بيفتكر البطولات اللي كان بيعملها والموت اللي كان بيعدي من قدام عينيه، وكان بيكمل طريقه ولا همه. والله المصريين دول رجالة. واحدة ست بسيطة شافته قالت له يا اللي دوخت اليهود، شكرا يا ابو عينين زرقاء. بيقول إن دي كانت أغلى عنده من أي وسام قدمته الدولة، فرحته بتقدير الشعب بتاعه ليه. أحمد المنصوري ما كانش مجنون يا جماعة، كان عاشق لبلده، كان عاشق لمصر. العدو شافه مجنون يمكن عشان هم ما عندهمش اللي عندنا، احنا شايفينه بطل وزيه كتير. الطيار ده واجه 6 طيارات لوحده، نزل بطيارته على طريق صحراوي، خلى العالم كله يحترم الطيار المصري. دي رسالتنا على الطبيعي، نحكي عشان نشحن النفوس، مش نحكي وخلاص. الطيار المجنون ده كان اعلى واحد، لانه عرف يعني ايه تحب بلدك وتتجنن بدل ما تستسلم. غيره ابطال كتير قوي في سلاح الطيران، وسلاح الطيران بس، زي حسن الرفاعي، عبد المنعم سيد احمد، سمير عزيز ميخائيل، فؤاد عزيز غالي، او عاطف السادات. طيار الشهيد اخو الشهيد، الشهيد البطل الرئيس محمد انور السادات، بطل الحرب والسلام. عاطف الله يرحمه ما قالش انا اخو الرئيس اما ريح، لا، طلع وسط ولاد بلده عشان يحارب ويدافع عن ارضه. ما استغلش الواسطه وما تعملش معامله خاصه،
وربنا سبحانه وتعالى رزقه الشهاده، نحسبه كذلك. عارف يا ابن بلدي، واحنا بنجهز الحلقه دي دورنا في الويكيبيديا ما لقيناش قصه للمنصوري. قصه البطل الرفاعي لقينا صفحته الحمد لله، فتحنا الصفحه لقيناها كلها تكذيب، مكذبين بطولاته وبيدعوا ان هو كان بيدعيها. انا لقيت الحكايه كده قلت هم ايه ده؟ امال احنا كسبنا الحرب ازاي؟ دخلت على صفحه حرب اكتوبر لقيتهم كاتبين ان اللي ما يتسموش هم اللي كسبوها. ايه ده؟ انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ يا جماعه الحرب دلوقتي بقت حرب تغييب. حرب ازاي يبعدونا عن تاريخنا المشرف؟ وصلت ان هم بيبعدونا عن واقعنا كمان. فالحين يسوقوا للهو والتفاهات ويغيروا في الحقائق ويشككونا في الثوابت، يهزوا حبنا في بلدنا ويركزوا لنا على عيوبها عشان نيأس منها، ناسيين ان بلدنا بتجري في عروقنا. يا عم انت بتحب بلدك والله، بس محتاج اللي يفكرك. والله اي اغنيه وطنيه بتاثر فيك لانها بتمس حاجه جواك، كل حرف بتسمعه بتلاقيه فعلا عدى على دماغك، بس انت محتاج اللي يفكرك ويصحيك. يا عم مهما كانت حربهم احنا قدهم. البرنامج ده مجرد وسيله بسيطه بنبعت بيها لكل واحد من ولاد بلدي رساله: ارجع، تعال ابعد عن الطريق اللي هم راسمينه لنا، فوق، بطل سكرولينج، انتج. هم عايزينك تغرق في التيه والنسيان، عايزين امه استهلاكيه غير واعيه عشان نشغل لهم مطاعم التكاوي او نستنسخ منهم نسخ. وحتى بعد الاستنساخ ده بنلاقي نفسنا مربوطين بيهم، بنتابع المعايير بتاعتهم والمقادير بتاعتهم والصوصات والخلطات. لحد امتى ثقافتهم هتفضل متحكمه فينا؟ عايزيننا كسالى عشان نشغل طلبات الاونلاين والمواقع بتاعتهم، عايزين هم اللي يتاجروا واحنا اللي نستهلك، عايزيننا مديونين عشان الجنيه بتاعنا ما يبقاش عندنا ويطلع لهم بره وقيمته تنزل الارض. يا جماعه مش عايزين نيأس، كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي، كلنا زعلنا بعض وغلطنا في حق بعض وفي حق نفسنا، كلنا مقصرين مع ربنا اللي فوق الكل، مقصرين مع بلدنا. مش عايزين نيأس، عايزين نفوق. وقعت، غلطت، قصرت، يأست، مش مهم، المهم تقوم تقف. اشتغلت شويه في التفاهات، اشتغلت شويه في المحتوى اللي ملوش لازمه، مش مهم، قوم جاهد نفسك، اتحرك، فيد بلدك، انتج. كل قرش بتكسبه بيزود عجله اقتصاد بلدك، اقتصاد بلدك اللي محتاج لك ومحتاج لكل واحد تتحرك ناحيته. اي خدمه مصنوعه بتحفظ عمله بلدك. يا جماعه انا عارف ان انا ادائي مش احسن حاجه، ممكن اكون بتأتأ او بيطلع مني حروف مش مظبوطه، معلش استحملوني، الكلام طالع من القلب ومش هعيد. حب بلدك واستعين بربك، عيش وموت على اللي مات عليه اللي قبلينا. صدقني كل حاجه هتعملها لوجه الله ربنا هيوفقك فيها. اشوفكم الحلقه الجايه، ولو القصه دي لمستك شيرها. كل سنه وانتم طيبين، وكان معاكم رامي طارق، والله ما هعيد. هذه